مرحبا بكم. في 15 من أبريل من عام 1912 غرقت أكبر سفينة سياحية في العالم تايتانيك في جبل جليدي في المحيط الأطلسي، ونتيجة لهذا الحادث الكارثي مات 1500 شخص وانقذ عدد قليل من الناس. لقد رأينا الكثير من الصور لتلك السفينة الكبيرة حتى الآن، لكن معظمها صور لها من الخارج بعدما غرقت. وفي هذا الفيديو سوف نتحدث عن الصور المذهلة لتايتانيك قبل أن تغرق. أولاً، تايتانيك هي سفينة سياحية من الدرجة الأولى عبر المحيط الأطلسي تملكها شركة وايت ستار لاين. غادرت من ساوثهامبتون في عام 1912 إلى كوينز تاون، أيرلندا. ثانياً، مشرف السفينة هو والتر ماكليروي والنقيب إدوارد جي سميث. تم تصويرهما من ساوثهامبتون، أيرلندا أثناء اتجاه تايتانيك إلى كوينز تاون، وذلك قبل اصطدام السفينة بالجبل الجليدي ب3 أيام. ثالثاً، تم التقاط صورة للركاب وهم يمرون مصطفين على سطح السفينة بهذا الشكل، وبعد بضعة أيام يتجولون على سطح السفينة غير مدركين للكارثة التي سوف تحدث. رابعاً، في الصورة اليسرى يقوم مفتش تجاري باختبار سترات النجاة على تايتانيك. أما على اليمين يوجد سطح خاص لاستخدام زبائن الدرجة الثانية والثالثة للمسافرين في تايتانيك. خامساً، في عام 1912 لم تبدأ السفينة تايتانيك الرحلة بعد، في انتظار وقت المغادرة من الميناء. سادساً، قوارب السفينة مستقرة في أماكنها، والتي ستخضع بعد الغرق للعديد من الخلافات. سابعاً، سلم من الدرجة الأولى يؤدي إلى مطعم السفينة الأنيق لاكارت. ثامناً، في غرفة الطعام الرئيسية للسفينة توضع الكراسي الجلدية على جانبي الطاولات وتنتظر موعد وصول العشاء. تاسعاً، يقع مقهى باريزيان بجوار المطعم الأنيق أو مطعم لاكارت، ويوفر للركاب إطلالات فريدة على المحيط فوق الكراسي المريحة. عاشراً، مقاعد طويلة معدة من أجل الركاب الذين يريدون الاستجمام والاسترخاء على السفينة. 11، الصورة التالية هي كابينة الاستراحة على اليسار وكابينة فاخرة على اليمين للمسافرين من الدرجة الأولى. 12، غرفة قراءة مريحة في الطابق العلوي من تايتانيك مهيئة ومعدة لقراءة الكتب. 13، هناك أيضا صالة رياضية في تايتانيك، حيث يعتقد أن كل شيء تم إعداده بدقة، وهاتان الصورتان تنتميان أيضا إلى الصالة الرياضية في السفينة. 14، حمام سباحة متواجد في منتصف السفينة. إنه عند التفكير بأن السفينة قد غرقت ربما تعد تلك الصورة مخيفة بعض الشيء بالنسبة للبعض. 15، صورة مدهشة أخرى للسفينة تعود إلى قاعة الانتظار والاستراحة. 16، تم التقاط تلك الصورة أثناء انطلاق السفينة من الميناء لتبدأ رحلتها المؤسفة في عام 1912، وفي غضون أيام قليلة سوف تغرق هذه السفينة الأكثر شهرة في العالم وتكلف آلاف الأرواح حياتهم. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.